فكرتني والله بنفسي وانا صغير يا شريف. عارف اول مره في اولى اعدادي انا غنيت الفت غنوه انجليزي وكنت بغنيها. قولها لي. والله قولها لي. I love father, I love mother, I love sister and brother, I love them all together. يا حلاوه all together. عارف يعني ايه جملة فنان بالفطرة؟ يعني صلاح عبد الله، او بمعنى اصح يعني عم صلاح عبد الله. مبدئيا كده يا شقيق انا هكلمك عن واحد قعد فوق ال50 سنة بيمثل من غير ما تحس ان هو بيمثل، ودي اعظم حاجة ممكن تلاقيها في فنان او ممثل، خصوصا لو كوميديان جراند زي عم صلاح عبد الله. صلاح عبد الله يا شقيق من مواليد 25 يناير سنة 1955، والعمر الطويل ليه كعم صلاح. لكن هنا بيجي سؤال مهم قوي، وده اللي هندني عليه الحلقه، وهو ازاي واحد مواليد 55 وقادر يفضل متواصل مع كل الاجيال اللي عاصرها لحد جيلنا الحالي اللي هو جين زي؟ ازاي صلاح عبد الله فضل عايش وسطينا لحد النهارده ومستمر؟ اول حاجه خلت صلاح عبد الله يبقى مستمر معانا لهذه الدرجه يا شقيق هي الفطره، سلاحه الوحيد اللي ساعده يقرب من كل اللي اتعامل معاهم من فنانين من اجيال مختلفه او جمهور من اعمار مختلفه. طب الفطره بتبان ازاي؟ يعني علشان خاطر نفهم فكره الفطره دي تعال نشوف امثله حيه قدامنا. هنا مثلا شريف منير بيقول له انت بتغني اجنبي يا عم صلاح؟ فعم صلاح عبد الله قال له فشريف منير قال له طب ما تغني لنا حاجه كده. طبعا شريف منير بدماغه هيزنق عم صلاح، وعم صلاح هيرتجل والدنيا هتبقى حلوه والناس تضحك. الناس دي مخضرمين مسرح وقاصدين كل حاجه بيعملوها، لكن عم صلاح ما بيرتجلش، هو بيرد بفطرته زي ما انت شفت في اول الحلقه، والفطره دي مكمله معاه لبعد ما كبر. يعني هنا مثلا في لقاء مع صحاب عمره اشرف عبد الباقي واحمد ادم، فهنا احمد ادم بيشرح موقف كوميدي حصل معاه، فهتلاقي احمد ادم علشان يشرح الموقف بيقوم وبيعمل حركه ليه وبيروح على الترابيزه ويرجع تاني ويأدي الموقف اللي هو بيحكيه، لان هنا ادم بيجسد لك مشهد حصل معاه بطريقه مسرحيه علشان تضحك. المهم في اللي حصل بعدها بكام دقيقه اشرف عبد الباقي حب يزنق صلاح عبد الله وقال له انت الوحيد اللي كنت بتخرج في مسرح الجامعه ومسارح الهواء وكنت بتاخد اجر. فشوف هنا صلاح عبد الله كان رياكشنه عامل ازاي. فجي بعدها اشرف عبد الباقي يساله تاني ويقول له انت كنت بتاخد كام بقى؟ فبص صلاح عبد الله عمل ايه؟ فهيساله تالت انت كنت بتاخد كام؟ فهنا بقى صلاح عبد الله فطرته هتتحرك. انا مش فاهم يعني المفروض يبقى فيه سنس مش كده؟ ايوه والله العظيم انا فطرة صلاح عبد الله كانت طاغية عليه في كل حاجة يا شقيق، حتى في برامج المقالب. يعني هنا مثلا في حلقته في برنامج حلو بينهم الشهير بتاع عمرو رمزي هنا بيقول له احنا هنقول للناس انك انت هتعمل عمل عالمي مع جورج كلوني وبراد بيت وبعد كده نبقى نكدبه. بص هنا صلاح عبد الله هيقول له ايه؟ ماشي بص يا عم صلاح، احنا ممكن نتكلم على فيلم نقول مثلا ان هيحصل فيه تجربه عالميه او حاجه زي كده مع نجوم عالميين، حاجه زي كده نظبط. تجربه ايه؟ تجربه انت هتعملها، تجربه فيلم عالمي مثلا مع جورج كلوني براد بيت. لا مفيش كلام ده. ما احنا نقول كده وبعدين نبقى نقول كده هنضحك على الناس ولا ايه؟ مش هنضحك ده يعني. كل ده والفطره لسه مكمله معانا. يعني لو دخلت على الانستجرام بتاع عم صلاح او اكس اللي هو تويتر سابقا هتلاقي صفحاته اكتف اكتر من نجوم شباب. لا وايه، الراجل بينشر فطرته وبينشر اشعاره اللي معودنا عليها. نيجي بقى لسلاحه التاني والاقوى والاهم، وهو حبه للتمثيل. وخلي بالك مش موهبته في التمثيل، لا هو حب صلاح عبد الله للتمثيل. وعشان تفهم يعني ايه حب صلاح عبد الله للتمثيل بيحكي صلاح عبد الله لمعتز الدمرداش وبيقول له انا في حاجات كتير حبيتها وعملتها وبعد شويه نسيتها واهملتها وعمري ما طلعت الاول في حاجه ومفيش حاجه بداتها كملتها الا التمثيل. طبعا القصيدة دي ليها تكملة عم صلاح، بس أنا حاولت أجيب بقيتها معرفتش. لكن نفهم من سطرين الشعر دول يا شقيق إنك أنت قدام عاشق للفن بكل الصور اللي يقدر يمارسه بيها، في نفس الوقت أنت قدام فنان شبهنا جدا، فنان شبهنا للدرجة اللي بتخلينا ما نحسش بغيابه علينا مثلا. لا هو ابن حي بولاء الدكروري وحي بولاء أبو العلن، هو ابن البولاقين زي ما بيقول وبيعتز بيهم جدا بالمناسبة. لكن القرب بتاع صلاح عبد الله الغير طبيعي من الناس ده عشان نفهمه ونقدر نحلله لازم نشوف بدايات صلاح عبد الله كانت عامله ازاي. يعني عندك مثلا ايام ما كان بيخرج لفرق الهواه زي ما اشرف عبد الباقي كان بيقول صلاح عبد الله في الوقت ده يا شقيق
بيقرر يعمل فرقة مسرح ما بين الطلبة في الكليات والجامعات وما بين الناس الصناعية وطلبة الدبلوم والمؤهلات المتوسطة، ويسمي الفرقة ايه بقى؟ يسميها تحالف قوى الشعب. ده اللي كان بيعمله فترة الهواة. تخيل عامل فرقة مسميها تحالف قوى الشعب. وعشان الراجل ده صادق قوي في اللي بيعمله، فبعد سنين كتير لما بيعمل فيلم مواطن ومخبر وحرامي سنة 2001، مين معاه في دور البطولة؟ شعبان عبد الرحيم. وشعبان عبد الرحيم غني عن التعريف، ده هو قوى الشعب وقوى الشعب العاملة والكادحة. المهم يا شقيق، شعبان عبد الرحيم دونا عن خالد ابو النجا وداود عبد السيد وهند صبري واي حد خلقه ربنا مثل في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، هيخرج من الفيلم ده مصاحب مين؟ مصاحب صلاح عبد الله. ليه؟ علشان هو ده تحالف قوى الشعب بجد يا شقيق. والصداقه دي بتستمر للدرجه ان شعبان عبد الرحيم هو اللي طلع على صلاح عبد الله عم صلاح عبد الله، وصلاح عبد الله بيشيد بموهبه شعبان عبد الرحيم جدا بالمناسبه. المهم تعالى نرجع للبدايات. صلاح عبد الله بيفضل في فرق الهواه لحد ما بيعمل روايه على المسرح القومي اسمها رابعه العدويه، ومن خلال الروايه دي بيقدمه المخرج شاكر عبد اللطيف لمحمد صبحي والنين الرملي، اللي كانوا في الفتره دي بيعملوا فرقه استوديو 80 وعاوزين شباب جديده معاهم. وطبعا عم صلاح بيروح وبيتقبل، وبيظهر عم صلاح عبد الله لاول مره في مسرح المحترفين في فتره اول الثمانينات في دوره في مسرحيه المهزوز. وبعد مسرحيه المهزوز على طول بيدخل على مسرحيه انت حر، وبعد مسرحيه انت حر بنشوفه تاني مع محمد صبحي في مسرحيه الهمجي اللي كان بيعمل فيها دور شيطان من الشياطين الثلاثه. وهنا بقى يا شقيق لازم نتعرف على طبيعه العلاقه اللي كانت ما بين محمد صبحي وصلاح عبد الله، اللي اتحولت من استاذ وممثل شاب في فرقته لاصدقاء لدرجه ان محمد صبحي لما خصم من صلاح عبد الله 20 جنيه علشان اتاخر في البروفات، فصلاح عبد الله هنا كتب قصيدة هجاء في محمد صبحي وراح علقها جنب قرار الخصم اللي متعلق في المسرح. ومسرح محمد صبحي في الوقت ده شقيق كانوا مسمينه الفنية العسكرية من كتر ما كان هو مسرح حازم وشديد في الالتزام. المهم عم صلاح عبد الله استثناء للدرجة اللي خلت محمد صبحي لما يعمل سنبل بعد المليون ياخده معاه. وهنا بتيجي نقطة التحول الثانية في مشوار صلاح عبد الله، وهي المشهد ده. سلامي، الحمد لله على السلامة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. بيحكي عم صلاح عبد الله في معظم لقاءاته ان المشهد ده اتسبب في شهرته بشكل غير عادي لان مصر كلها. فبيحكي صلاح عبد الله انه لما راح هناك بيلاقي الاستقبال اقل من العادي لحد ما بيجي يوم عرض المسرحيه ويلبس الجلابيه والشنب، واول لما يخرج للناس على المسرح بيلاقي اعصار من التسقيف. وفضل صلاح عبد الله مربوط بالجلابيه والشنب لحد ما بتيجي سنه 92 وبيعمل دور الشهير في مسلسل ذئاب الجبل بدور الدبيكي اللي كان صاحب البدري. المهم يا شقيق بعد الدور ده صلاح عبد الله بيحاول يتخلص من الجلابيه والشنب باي طريقه، وعانى شويه حلوين على ما بيعمل كده لحد ما بتيجي سنه 93 وبتشوف صلاح عبد الله في السينما، لكن مع مين بقى؟ مع عادل امام في فيلم المنسي في دور جوز اخته. الغريب هنا يا شقيق ان صلاح عبد الله هيتصاحب برضه على عادل امام للدرجه اللي خلت عادل امام اخر يوم تصوير لصلاح عبد الله يحجز القبض بتاعه علشان يخليه قاعد معاه لحد اخر اليوم ويضمن انه يسهر معاه. وده سر فتره صلاح عبد الله يا شقيق، فترته اللي هتخليه مستمر لدرجه انه قدام بعد سنين كتير قوي صلاح عبد الله هيكون صاحب محمد إمام ابن عادل إمام. ولكن الفترة دي مش وقتها. تعال نرجع للفترة الزمنية اللي كنا فيها. صلاح عبد الله بتحصل معاه تالت أهم محطة فنية في مشواره، وده على حسب كلامه هو اللي قال إن تالت محطة ليا حصلت سنة 95 في مسرحية حمري جمري، المسرحية اللي هو كسر فيها الدنيا، والمسرحية نجحت لدرجة إنها بتتعرض لمدة سنتين كاملين ورا بعض. ومن بعد المسرحية دي بنبدأ نشوف صلاح عبد الله الممثل اللي احنا عارفينه لحد دلوقتي. وهنا يا شقيق هنبدأ نرجع لنظرة إزاي صلاح عبد الله قريب قوي كده من كل الأجيال اللي بيعاصرها، من اول جيل نجوم زي محمد صبحي وعادل امام مرورا بجيله اللي طلع معاه في الفتره دي اللي هو اشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين ومحمد هنيدي واحمد ادم طبعا صديقه المقرب. مش ملاحظ حاجه هنا بقى يا شقيق ان كل الاسامي اللي انا قلت لك عليها دول كلهم بقوا نجوم صف اول الا صلاح عبد الله. طب خد دي كمان، فصلاح عبد الله في وقت من الاوقات هيعمل دور ابو اشرف عبد الباقي في سهره تلفزيونيه باين، وهيعمل خال محمد هنيدي في عسكر في المعسكر. طبعا حاجه زي دي يا شقيق ممكن تحسس اي حد انها عيب او مثلا انها قصور في الشخص ده، خصوصا ان دول صحابك انتوا من الجيل اللي طالعين سوا. لكن صلاح عبد الله
في الوقت ده ما بيتنازلش عن سر فطرته ولا حبه لمهنته التمثيل، اللي قال عنها في مرة من المرات: أنا عشت عاشق مهنتي وما زلت، وهتني ساكن قلبها وإن سبتها هيكون غصب عني. صلاح عبد الله فعلا بسبب منطق عشقه لمهنته اتفتحت قدامه مساحة فنية من الأدوار خلقت ليه تنوع فني شامل غير عادي، تنوع هتخليك تشوف صلاح عبد الله بيعمل كل الأدوار وكل الأنماط حتى اللي مش كوميدي منها، وده على عكس بقية جيله زي محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي اللي فضلوا طول عمرهم بيلعبوا نوع واحد وهي الأدوار الكوميدية، وحتى صاحب عمره أحمد آدم اللي فضل محبوس جوه قالب القرموطي. بل صلاح عبد الله بقى خرج عن كل ده وكسر كل الأنماط. والفرق ما بين صلاح عبد الله وما بين هنيدي أو أشرف عبد الباقي أو أحمد آدم إن دايما هتلاقي كل واحد فيهم جات عليه فترة والتواصل بينه وما بين الجيل الحالي غاب او اختفى. يعني مثلا شوف اخر افلام محمد هنيدي وشوف اخر افلام احمد ادم واشرف عبد الباقي، اعتقد لولا مسرح مصر ما كانش هيبقى واخد المساحه دي من التاثير والتواصل مع الاجيال الجديده. وهو ده الفرق اللي ما بين صلاح عبد الله وما بين جيله اللي طلعوا معاه. صلاح عبد الله مش بيخلق مساحه تنوع فني في الادوار والشخصيات بس، لا ده بيعمل تواصل ممتد مع كل الاجيال الفنيه من النجوم اللي جم بعد جيله. يعني مثلا حد زي احمد عز، شوف كم التعامل الفني اللي عمله صلاح عبد الله مع احمد عز، من اول بقى الرهينه للشبح لمسلسل اسمه الاكسلانس ده احمد عز. شوف بعد كده ياسمين عبد العزيز، من اول الدادا دودي للثلاثه يشتغلونها، والجيل اللي جه بعدهم وده الاهم بالنسبه لي في مشوار صلاح عبد الله، وهو احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، ودول اللي بداوا معاه بقى من اول الراجل العناب في دور صريح الفيل. اكيد ما حدش فينا يقدر ينسى صريح الفيل ولا ينسى المشهد ده. هركبه الف بيه مصر كلها. وبعد الرجل العناب بتشوفه بيعمل دور ستهم ببنات العم، وبعد بنات العم بتشوفه بيعمل ابو الهول في الحرب العالميه الثالثه. وبيفضل صلاح عبد الله مستمر مع كل الاجيال الفنيه اللي بتيجي من بعد لحد محمد امام. وهنا بنشوف ثنائيه ما بينه وما بين محمد امام في مسلسل هوجن في دور ابا بهلول، وده سحر الفطره يا شقيق. الفطره اللي عم صلاح عبد الله فضل محافظ عليها طول مسيرته، الفطره اللي بتشوفها في لقاءاته مع واحده زي منى الشاذلي مثلا لما بتلاقيه بيغني وهو ماسك المخده ومتحمس جدا، ولا في لحظه تجلي تلاقيه يخبط المذيع مره واحده كام بيت شعر ما تعرفش جابهم منين، ومره واحده يرتجل عادي جدا. ده بيلخص لنا عشق صلاح عبد الله لمهنته اللي هي التمثيل. مهنة التمثيل صلاح عبد الله عشقها للدرجة اللي خلته يعمل فوق 300 عمل فني، وطبعا يا شقيق صعب اذكرهم لك كلهم. الراجل ده متنوع بشكل غير عادي، تحسه نتفليكس في نفسه كده. لكن انا مثلا هقول لك ادواره المفضلة بالنسبة لي، يعني ايه الادوار اللي انا بحبها لصلاح عبد الله جدا بالنسبة لي وبحب اشوفه فيها. يعني مثلا دوره في فيلم ابو العربي مع عاطي زكي عطعوط، والمشهد الشهير ده طبعا. شوف بقى معايا الهزل ده، تخيل بقى معايا ان الراجل اللي بيعمل الهزل ده هو اللي يعمل دور عبد الرازق في ريا وسكينة، ودوره الأقرب ثم الأقرب إلى قلبي سعيد كولونيا في عسكر في المعسكر الهوستا كوستا. وأنا طبعا ما اعرفش ليه هنا بحب صلاح عبد الله جدا، يعني صلاح عبد الله بيضحك هنا بشكل غريب عجيب مش مفهوم. وطبعا دوره في فيلم هندي عاطف، وطبعا بقى أدواره الجد من أول بقى فيلم الفرح صلاح وردة، وكباريه طبعا اسامحك ازاي بعد ما نجست الكباريه، وطبعا طه ابو دقه يتقال له لا ده فيلم كلاشينكوف، واخيرا وليس اخيرا بسنت ودياستي يا شقيق. انا قضيت طفولتي على المسلسل ده، وغير طبعا دوره الايقوني في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، وادوار غيرها كتير مميزه. صلاح عبد الله يا شقيق مثال حي للانسان المجتهد والمتفرد جدا في مجاله، لكنه مش رقم واحد، لكنه متفرد ومتميز جدا. لكن الدنيا زي ما تكون تكاتفت عليه انه ما يكونش النمبر 1، من الاخر كده ما يكونش نجم الشباك، نجومية الشباك اللي بيحلم بيها اي ممثل وحق مشروع لاي ممثل. لكن صلاح عبد الله الظروف او الدنيا ما بتخدموش انه يكون نجم شباك، لكن بسحر فطرته وعشقه لمهنته اللي هي التمثيل خلوه يفرض نفسه على صناعات كبيرة زي صناعة السينما وصناعة المسرح وصناعة التلفزيون. يعني مثلا لو جينا نتكلم عن السينما المصرية في الألفية الجديدة لازم تذكر فيلم مواطن ومخبر وحرامي، ده من أهم أفلام الألفية الجديدة وعامل لك عنه حلقة بالمناسبة، روح شوفها. ولو جيت تتكلم عن الدراما في مصر لازم تذكر ريا وسكينة، مسلسل يعتبر من كلاسيكيات الألفينات، ونفس الكلام في المسرح.
عندك مثلا مسرحيه فيما يبدو سرق عبده او حمري جمري. وخلي بالك هنا يا شقيق انا بذكر لك اسم عمل واحد بالنسبه لي انا هو اهم، ممكن انت تشوف اعمال تانية اهم لصلاح عبد الله، لكن اللي لازم نتعلمه ونستفاده من مسيره وتجربه واحد زي عم صلاح عبد الله هي الاستمراريه على العطاء الدائم، حتى لو الدنيا يا شقيق ما ادتكش قيمتك الحقيقيه اللي تستحقها. عطائك هو اللي هيمنحك القيمه دي قدام. وزي ما عم صلاح قال لمعتز الدمرداش عمري ما طلعت الاول في حاجه، ومفيش حاجه بداتها كملتها الا التمثيل. احيانا يا شقيق مش لازم تطلع الاول، لكن لازم على الاقل تلاقي الحاجه اللي لما تبدا فيها تكملها للاخر، زي ما عم صلاح عبد الله بدأ في التمثيل ومكمل في التمثيل. وخليك عارف هنا ان الفطرة مش معناها ان الانسان يتولد موهوب بس، لا، الفطرة انك تفضل طول عمرك طبيعي وما تصطنعش وما تجريش ورا الصورة وما تغيرش نفسك عشان الزمن اتغير. يمكن لما ما تغيرش نفسك عشان الزمن اتغير ما تبقاش النجم اللي قادر يواكب كل الاجيال، او ما تبقاش نجم الشباك طول الوقت وباستمرار، لكن خليك عارف ان من اكتر الفنانين اللي قدروا يتواصلوا مع كل الاجيال اللي جت بعدها، سواء كانوا فنانين ونجوم شباب او جمهور عادي بيحبوه، كان صلاح عبد الله. ليه؟ لان النجومية ممكن تروح بعوامل الزمن، لكن الصدق بيفضل والفطرة دايما بتغلب. سلام يا شقيق.